257 87 120 إذاعة. 257 87 120 إذاعة. 257 87 120 إذاعة. برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. تهريب يا فندم؟ ايوه عادل، بس للاسف بقى تهريب من جوه مصر لبره. آثار يا فندم؟ دولارات، 200,000 دولار في عز ما البلد محتاجة لكل دولار. الدولارات دي مستحيل تخرج بره مصر واحنا موجودين يا فندم. مهمتكم بقى مش منع خروج الدولارات، لا لا لا، المهمة الأصعب إننا نعرف مين ورا التهريب، فلازم بقى تمنعوا المهرب من السفر من غير ما يعرف إنه انكشف. مفهوم يا عادل؟ مفهوم يا فندم. والمشتبه فيهم كم واحد يا فندم؟ 4، 2 رجالة و2 ستات، والملف ده فيه كل التفاصيل عنهم. روح اقعد بقى مع الرائد علا ونظم الشغل بينكم. وليه هاخد علا معايا يا فندم المرة دي؟ المشتبه فيهم مسافرين على طيارتين مختلفتين، واحدة مسافرة قطر والتانية مسافرة فرنسا. مفهوم يا فندم. ومين هيستنانا في المطار؟ الأستاذ مجدي محيي رئيس الوردية. طالما بعتلي وقاعد مركز في الملف اللي قدامك كده تبقى أكيد مهمة جديدة. خير يا سيادة الرائد؟ تهريب عملة يا علا. طب كويس، نقبض على المهرب ونصدر الدولارات، اهي تنفع البلد. دي لو كانت جاية من بره لمصر. هو التهريب من جوه مصر لبره؟ الملف ده فيه كل حاجة يا علا. أنا سبتلك بيانات المشتبه فيهم اللي مسافرين باريس. وش معنى اخترت ليا طيارة باريس؟ لسببين. الأول إن المسافرين عليها 2 ستات، والسبب التاني إنك بتتكلمي فرنساوي كويس ومحدش يضمن الظروف، يمكن يكون في حد منهم ما بيتكلمش غير فرنساوي. جهزت البيانات اللي هتحتاجيها عن المشتبه فيهم؟ هما 2 ستات، الأولى عنايات أبو العزايم صاحبة دار أزياء الفرح، والتانية دكتورة ياسمين الحسيني طبيب التجميل، والاتنين رايحين باريس في شغل. برافو عليكي. وانا كمان جهزت بيانات المشتبه فيهم اللي مسافرين على طيارة قطر، وهم 2 رجالة. الاول حسان البيومي مراسل في موقع الكوراجوان، والتاني عزت السويفي محاسب ومسافر شغل. هو ميعاد طيارة باريس امتى؟ الطيارتين هيطلعوا مع بعض الساعة 8. يلا روحي جهزي نفسك عشان ما تأخريش. ازيك يا استاذ مجدي؟ دي تالت مرة نشتغل مع بعض. ده شرف ليا يا عادل بيه، وانا وكل رجالة الجمارك في خدمة مصر. هي الأستاذة مع حضرتك؟ انا اسف نسيت اعرفك بزميلتي في الإدارة، الرائد علا الدسوقي. اتشرفنا يا سيادة الرائد. الشرف ليا يا فندم، ولو سمحت بلاش سيادة الرائد دي، انا دلوقتي موظفة تحت رئاسة حضرتك. شرف ليا يا أستاذ علا. حضراتكم هتكونوا مع رجال الجمارك والشرطة في صالة المغادرة. في حد هيبقى عارف احنا مين؟ كل الموجودين في المطار هيبقوا عارفين انكم موظفين بتسهلوا اجراءات السفر للناس، مش اكتر. يعني ممكن تبع الجمارك او تبع شركات الطيران. ده شيء كويس جدا عشان سرية المهمة، بس انا هحتاج حضرتك تكون قريب مني انا وعلا. ليه يا عادل بيه؟ لان في اللحظة اللي انا وعلا هنعرف الهدف بتاعنا هعمل انا وعلا اشارة لحضرتك، بعدها على طول تروح تبلغ رجالتنا علشان يمنعوا الهدف من السفر. طيب ورجالتكم هيكونوا فين؟ هتلاقيهم في صالة الانتظار اللي هيعدي الهدف عليها بعد ما يسيبنا. اول ما نخرج هعرفك عليهم ونتفق على الاشارة اللي بعدها هتروح توريهم الهدف اول ما يدخل لصالة الانتظار. واضح يا استاذ مجدي؟ واضح يا عادل بيه، ربنا يوفقكم. استاذ عزت السيوفي محاسب قانوني، حضرتك رايح قطر في شغل؟ ايوه يا فندم. بس التأشيرة 10 أيام بس. يا دوب يا فندم، اصلي رايح اشرح لهم ضريبة القيمة المضافة، اصلهم طبقوها في قطر واحنا خبرة فيها من اكتر من 6 سنين. طيب هو القانون بتاعهم زي قانوننا؟ يعني هو مش زيه بالظبط، بس يعني ما يفرقش عنه كتير.
طيب ايه اهم الفروق اللي بيننا وبينهم؟ سعر الضريبة يا فندم عندنا 14%، وهم عندهم 15%، يعني هم زيادة عننا. قول لي يا استاذ عزت، الكرتونه اللي جنب حضرتك دي فيها ايه؟ افتحها لحضرتك. دي مجموعة من المراجع الضريبية من أساتذة الضرائب في جامعات مصر، وكمان كم نسخة من قانون 67 لسنة 2016. قانون ايه يا استاذ عزت؟ ده قانون ضريبة القيمة المضافة المصري، اهو يتعلموا ويشوفوا القوانين بتتعمل ازاي. بس ده القانون والمراجع كتير جدا، يجوا اكتر من 20 مجلد كبير ومتغلفين بالبلاستيك كويس قوي. او هم 25 مجلد بالظبط، 15 نسخة قانون ضريبة القيمة المضافة المصري، و10 نسخ من افضل كتب المحاسبة الضريبية لاساتذتنا في الجامعات المصرية، ودول كلهم هدايا. هو حضرتك رايح وزارة المالية القطرية؟ لا يا فندم، انا مدعو من مكتب محاسبة كبير في الدوحة، وعامل لي ندوة لمدة 7 أيام هناك. ندوة لمدة 7 أيام مش كتير يا أستاذ عزت؟ زي ما قلت لحضرتك، يا دوب يكفوا أشرح لهم القانون وأعلمهم الفنيات اللي موجودة في الضريبة. الهاند باج ده بتاعك يا أستاذ عزت؟ أيوة يا فندم، دي فيها هدومي اللي هسافر بيها. طيب ربنا يوفقك يا أستاذ عزت. مدام عنايات ابو العزايم، مصممة ازياء. اكيد حضرتك مسافرة باريس علشان تجيبي احدث تصميمات الموضة لشتاء 23، مش كده يا مدام عنايات؟ ابدا، لان تصميمات شتاء 23 خلاص خلصت. ازاي؟ ده احنا لسه في اول ديسمبر والجو يعني لسه مش برد قوي. بصي يا مدام، مش مدام برضو؟ مدام علا. بصي يا مدام علا، مصممين الازياء العالميين مع بداية الصيف بيشتغلوا في تصميمات الشتاء، ومع بداية الشتاء بيشتغلوا في تصميمات الصيف. هي دي شغلتنا. واضح اني كنت فاهمة غلط خالص. عشان حضرتك بس مش متخصصة، مع اني شايفة انك تنفعي عارضة ازياء. ايه رأيك؟ تكسبي كويس قوي. لا لا لا، انا مبسوطة في وظيفتي كده جدا، وبعدين اكيد جوزي مش هيوافق. انت حرة، بس نصيحتي فكري. جميل قوي البلطو الفرو ده اكيد من بره مصر مش كده؟ ده من قلب مصر ومن وسط البلد، من الاتيليه بتاعي. ايه رأيك؟ بصراحة تحفة. هو خامته مستوردة؟ الفرو. اتفضلي امسكي كده، شوفي ده فرو منك. الله، ده ناعم جدا، بس البلطو تقيل شوية. لاني عاملاه لنفسي، فحاطه بطانه تقيله، وكمان الفرو نفسه وزنه مش خفيف، اهو ينفع في تلج باريس اللي شغال اليومين دول. وحضرتك بتجيبي الفرو منين؟ بستورده من الدنمارك، بس دلوقتي بدات اعمل فرو صناعي في مصر، ومسافره باريس لصاحبتي علشان اخد رايها في الكواليتي بتاعه. اهو العينه اللي في الشنطه دي. معقوله؟ ده نفس ملمس الفرو المنك. ربنا يوفقك يا رب. هي الهاند باج دي بتاعتك؟ ايوه، فيها شويه هدايا لاصدقائي في فرنسا، شويه براويز واجندات كادو، ده اساسي في شغلتنا. بس مش كتير شويه؟ دول اكتر من 15 اجنده و5 براويز. هما فعلا 15 اجنده و5 براويز، اصل ليا 5 صديقات، كل واحده هتاخد 3 اجندات وبرواز واحد. حتى بصي، البراويز كلها شبه بعضها، كلها للاهرامات، بيعشقوا اثارنا بره. طيب توصلي بالسلامه يا مدام عنايات. حسان البيومي، مراسل صحفي لموقع الكوراجوان. اكيد انت مسافر عشان تغطي مباريات كاس العالم في قطر، مش كده يا استاذ حسان؟ أنا مش عارف، بس أكيد هم باعتيني عشان الماتشات. هو أنت مش عارف أنت مسافر ليه يا أستاذ حسان؟ والله يا أستاذ، أنا شغال مراسل في منيا القمح، المدير بتاع الموقع بعت لي وقال لي يا حسان تعالى لي وهات الباسبورت معاك، وطلع لي التأشيرة واداني التذكرة وقال لي اركب الطيارة. قمت تاني راكب الطيارة وقال لي خالد هيستناك هناك. خالد مين اللي هيستناك هناك يا أستاذ حسان؟
خالد ده المذيع اللي بيذيع في قناة FM. انت خريج ايه يا استاذ حسان؟ أنا إعلامي. يعني مؤهلك ايه يا استاذ حسان؟ المؤهل بتاعي معايا دبلوم زراعة متوسطي. أنا كنت ناوي أكمل جامعة مفتوحة بس هم قفلوه. الشنطه دي بتاعتك يا استاذ حسان؟ اللي هي دي؟ ايوه هي دي يا استاذ حسان. ايوه دي بتاعتي، وفيها الكاميرا وشوية مجلات لزوم الطريق أتسلى فيها. ممكن اشوف الكاميرا بتاعتك؟ وماله يا سلام. اتفضل يا سعادة البيه. امسك كده البلطو دي احسن تقيل، اصله صوف اصلي. الكاميرا ايه ولا كل كاميرات، اتفضل بص فيه. فعلا كاميرا ممتازه جدا. شفت ايه ده؟ ايه خراطيش السجاير دي كلها يا استاذ حسان؟ وانت بتشرب سجاير؟ لا ولا عمرها لمست حنك. بس الاستاذ خالد المذيع بتاع FM حريقه سجاير. مدير الموقع اللي انا شغال فيه اداني 5 خراطيش سجاير وقال لي وديهم لخالد. انت شغال مراسل ايه في الموقع يا استاذ حسان؟ أنا ببعت لهم أخبار دوري الدرجة الثالثة في منيا القمح، ولما الكورة هناك تعطل وتبقى عطلاني ببعت لهم أي أخبار. طيب اتفضل البلطو بتاعك. توصل بالسلامة يا أستاذ حسان. دكتورة ياسمين الحسيني، حضرتك عندك عيادة تجميل؟ أنا دكتورة أمراض جلدية وتجميل جامعة عين شمس، ومعايا ماجستير في جراحة التجميل. موضوع كبير قوي التجميل ده يا دكتور، وللأسف بقى تجارة أكتر منه مهنة سامية للتخفيف عن الناس وعلاج التشوهات اللي ممكن تأثر عليهم نفسيا وعضويا. بس برضه هو ليه فوائد كتيرة جدا، يعني في تحسين الشكل والمظهر العام للجسم. انت عملتي عمليات تجميل؟ أنا؟ لا طبعا، أنا مش محتاجة لده. مفيش حد مش محتاج للتجميل. عمليات التجميل في مصر بقت زي المكياج اللي كنا بنستخبى واحنا صغيرين لما نحط روج او بودرة خدود، بس عمليات التجميل بقت في العالم هو للكل. يعني ايه بقت للكل يا دكتور؟ يعني للست والراجل. عمليات تجميل للرجالة؟ وكتير جدا في مصر. انا شخصيا عملت اكتر من 40 عملية، واحدة فيهم بس كانت تظبيط حاجز انفي ناتج عن عيب. هو حضرتك مسافرة باريس ليه؟ في مؤتمر طبي سنوي متعودة احضره عشان اهمية الموضوعات اللي بتتعرض فيه. بس دي أول تأشيرة في الباسبور بتاعي. لأن ده باسبور جديد لسه مجدداه بعد ال7 سنين ما خلصوا. فعلا تاريخ إصدار الباسبور قريب. وإيه بقى هي أهم الموضوعات اللي في المؤتمر ده؟ عمليات التجميل للشفة الأرنبية، وده موضوع مهم لأثره النفسي على المصاب. الشنطتين دول بتوع حضرتك؟ أيوة، دي شنطة فيها حاجاتي الشخصية، ودي شنطة فيها هدية فرعونية لصديقة فرنسوية. يا ترى إيه الهدية الفرعونية اللي حجمها كبير قوي كده؟ دي راس نفرتيتي، لأن صديقتي أنجيلا معجبة جدا بنفرتيتي، فقلت أجيب لها هدية. وادي الوصل بتاع البازار اللي اشتريتها منه، ومختوم بختم البازار. فعلا. ياه، دي تمنها 2800 جنيه؟ مش كتير على الزخارف اللي فيه. هي فعلا جميلة قوي. وإيه بقى كل القصص والكتب الفرنسية دي؟ هو حضرتك واخده لهم قصصهم هناك؟ لا أبدا، ليا أنا بتسلى فيها، وكمان معاهم مراجع علمية مش قصص وبس. توصلي بالسلامة يا دكتورة، وربنا يوفقك. يا ترى مين اللي عايز يخرج الدولارات من مصر؟ هل هو الأستاذ عزت المحاسب القانوني؟ ولا حسان المراسل الصحفي؟ ولا مدام عنايات صاحب دار الأزياء؟ ولا الدكتورة ياسمين دكتورة الجلدية والتجميل؟ من اللي حكيتوه ومن كل التفاصيل دي أقدر أقول لكم إن المهرب هو. ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الحمد لله ان احنا وصلنا لكل التشكيل العصابي اللي هدفه الاضرار بالاقتصاد المصري، وده كله بفضل جهدك انت وعلا عادل، وبفضل توجيهات سعادتك يا فندم. الحمد لله يا فندم ان احنا قدرنا نقضي على البؤرة دي ونلحقها قبل ما تكبر. الحمد لله يا عادل، الحمد لله. بس قول لي بقى، انت ازاي كنت متأكد ان عزت المحاسب هو اللي بيحاول يخرج الدولارات؟ انا اتفاجئت الصراحه لما لقيت عادل بيشاور للاستاذ مجدي محي الاشاره اللي اتفقنا عليها، وكنت خايفه جدا لا يكون اتسرع، ففضلت مركزه مع الاتنين المشتبه فيهم اللي كانوا مسافرين باريس. هو توفيق من ربنا في الاول وفي الاخر،
وهي غلطة واحدة غلطها عزت هي اللي خلتني اتأكد ان الدولارات في الكتب اللي واخدها معايا، لما قال لي ان ضريبة القيمة المضافة في قطر 15%. فكان غريب جدا ان محاسب قانوني وخبير ضرائب ما يعرفش ان السعودية هي اللي عندها الضريبة 15% مش قطر. وقتها بقى يا فندم اتأكدت ان هو ده هدفي. برافو يا عادل، برافو.